أسوار المداب في العركة اللي في آخر الفيلم اللي بين حسين فهمي ومحمود ياسين وهما بيضربوا بعض، بيبان الدوبلير اللي مكان محمود ياسين. سيفن بيدخلوا على الضحية بيلاقوا إنها بقت جلد على عظم، بس مش دي الحاجة الوحيدة اللي بنشوفها فيه. جايبين إن دراعه الشمال حصل له ضمور، لكن الدراع الحقيقي للممثل بيبان جنبه بوضوح. في الصيف الحب جنون. في أول الفيلم أشرف عبد الباقي بيروح شركة الكهرباء عشان يتظلم، لأن الفاتورة بتاعته كانت 384 جنيه و16 قرش. 384 جنيه و16 قرش. لكن تاني مرة وهو بيقولها 348 جنيه. 348 جنيه و16 قرش. والموظف اللي قدامه اللي هو عايز أبوه ما بيصححلوش وبيقول له 16 قرش. اندبندنس داي بيوصل لحالة يأس وبيقعد يسكر، وبتجيله حالة غضب وبيقعد يكسر في المعمل. بس الشلوت مش شلاليت، بيخبط في برميل فبيقع على الأرض. بيبان إن هو مكتوب عليه من تحت Art Department، القسم اللي مسؤول عن الديكور والبروبس والحاجات دي. نهاية رجل تزوج، بيسيب مراته لوحدها وبينزل، بس بيبان في آخر الطرق اللي هناك إن في واحد بيقعد مع إنهم لوحدهم في البيت. أنا خارج. هتأخر؟ طب وبصحيني بكرة الساعة 7 الصبح. طب وبصحيني بكرة الساعة 7 الصبح. عندما يبكي الرجال وهم داخلين العمارة، بتعدي عربية في الشارع، فبيبان على الإزاز بتاعها كرو أو طاقم التصوير كله. ايرون مان هو بيصمم البدلة بتاعته، بيبقى قدامه المج وبيشرب منه. بس المشكلة إن في اللقطة اللي قبلها بيبان إن المج مقلوب على وشه. اغتيال مدرسة. الولد بعد ما بيخدر المدرسة وبيحطها على السرير بيحط ترايبود عشان يسجل وهو بيعمل اللي بيعمله. بس لما بنشوف اللي في الشريط بنلاقي إن الكاميرا بتتحرك وإن في واحد بيصور مش متثبتة. ترمينيتور جادجمنت داي، مشهد الأسانسير الشهير بينفضوا بالبندقية في نص راسه، بس من قبل ما الرصاصة تخش فيه بيبان من قبلها إن راسه ابتدت تتنشمل. بطل من ورق. في أول الفيلم بيخلص تصوير المشهد، بس بنلاقي إن المايك أوبريتور بيبقى لسه معلق المايك في الهواء مع إن المشهد خلص. ده لأنهم بيسجلوا الحوار بتاع الفيلم بالمايك ده، وحتى الستاند لما بيخبط في حاجة بيعمل صوت. الفيديو ده هيعجبك، ودي سلسلة أخطاء الأفلام.